الاسكوترات يعني قمه الراحه، وزي ما في ناس بتحب الموتوسيكلات في ناس بتحب الاسكوترات جدا وبتعشقها. والنهارده هنتكلم عن اسعار الاسكوترات الموجوده في مصر، بس مش اسكوترات كلها، احنا هنتكلم عن توكيل معين اللي هو تبع توكيل ابو حوا، توكيل SYM. ان شاء الله نعمل له فيديو تاني لوحده، بس النهارده هنتكلم عن الاسكوترات الاقتصاديه 150 سي سي و200 سي سي، من اول ارخص سكوتر في مصر لغايه اغلاهم برضو موجود جنبنا هنا. بس بمناسبه اغلاهم بقى، تعالى اقول لك النهارده كيوي نازل موديل 2024، واحنا لسه بادئين في شهر 9، نزل موديل 24 خلاص. وكيوي عامله حركه صايعه جدا، بما ان السكوتر ده هو انجح سكوتر بدون منازع الفتره اللي فاتت، وعامل مبيعات رهيبه والناس كلها حبته. وزي ما تقول كده الشركه حبت تهادي الناس ان هو نازل معاه هدايا، نازل مع السكوتر ازازه زيت هديه، وكمان تعالى كده قرب عشان بس نفتح نور الناس، وبينزل معاه فلتر هواء هديه، وكمان تيل امامي وخلفي. وكمان عشان احنا بنصور النهارده في معرض جينو، فهو حب يهدي الناس اللي هتيجي تشتري من هنا. وبرده لو انت خدت الكيوي فيستا هتاخد معاه خوذه هديه. طبعا الخوذه دي مش اغلى حاجه ومش ارخص حاجه، هي حاجه في النص، وتقريبا الناس عارفاها بدات تشتري الفتره دي، فدي هتاخدها مع السكوتر ومع بقيه الهدايا لو انت خدت كيوي فيستا 2024. فكفايه كده كلام عن الكيوي، وهنقول سعره في اخر الفيديو عشان نبدا بارخص سكوتر معانا النهارده واللي هو الR8. قبل ما اقول لك بس على الاسعار، هلعب معاك لعبه بسيطه كده. انا هتكلم عن السكوترات النهارده كلها، معظمهم انا ما اتكلمتش عليهم قبل كده ما عدا الاكس ماكس والكيوي فيستا. اي سكوتر تاني اكتر كومنتات هتجيلي عليه عايزين نتكلم عليه واقول المراجعه بتاعته، الريفيو بتاعه، مميزات والعيوب بتاعته، ده السكوتر اللي هعمل لكم عنه ريفيو ان شاء الله في الفتره اللي جايه. اكتر سكوتر هيطلب تحت في الكومنتات. السكوتر زي ما احنا شايفين كده، سكوتر واخد شكل رياضي شويه، ويعني ما فيهوش حاجات اوبشنز كتير قوي. السكوتر دوت سعره 33000 جنيه. عشان بس قبل ما نتكلم عن امكانياته، انا مش هتكلم كتير عن كل سكوتر. السكوتر اللي نازل 150 سي سي، العداد بتاعه انالوج، ما فيهوش امكانيات كتير، حاجه بسيطه كده لو انت عايز تتحرك جوه المدينه ومشاورك على الخفيف، في نفس الوقت عايز حاجه رخيصه. السكوتر ده ب 33000 جنيه بس. خش بقى على سكوتر اخوك كبير شويه، واللي هو سكوتر سبورت يعتبر. معانا هنا المصطبه اللي طالعه ديت علشان هو سكوتر سبورت، وناس كتير فعلا لقيتها ان هي اشترت السكوتر دوت ومعجبين بيه، ولقيته بيمشي في الشارع كتير. زي ما احنا شايفين السكوتر عموما انسيابي وفيه ليدات وفيه شغل كويس. السكوتر ده سعره 36000 جنيه. السكوتر ده نازل بفرامل CBS، والسكوتر اخوه الصغير نازل بفرامل عاديه خالص، ماستر فرامل عادي. ده مميز شويه ونازل بفرامل CBS. عندك هنا وحده تخزين 1 2، وعندك هنا وصلة USB علشان تشحن التليفون. ففي بعض الحاجات، وعندك هنا علقه تعلق فيها الشنط بتاعتك والحاجات بتاعتك. ففي بعض الحاجات اللي اعلى شويه من السكوتر اخوه الصغير، فانت هنا تدفع فلوس زياده مقابل اوبشنز زياده. نروح بقى لاكتر سكوتر يعتبر كلاسيك في مصر، وهو المارينو كلاسيك. اشهر حاجه معروف ان هو كلاسيك، وحاجه كده سيمبل خالص، بسيطه خالص، تحب ان انت تتفرج عليها مش هركبها. يعني انا السكوتر ده هجيبه علشان اقعد اتفرج عليه، مش يعني هركنه عندي كده في الجراج واقعد جنبيه كده ايه، اشرب كوبايه الشاي واظبط على دماغي. والله يعني انا مثلا لو فاتح كافيه ولا حاجه، ممكن اجيب السكوتر ده احطه كده زي ايه، ديكور على باب الكافيه. السكوتر ده برده نازل بفرامل CBS، وزي ما احنا شايفين الجنط كده صغير ومتدعم جامد جدا علشان بس يكون قوي. زي ما احنا شايفين السكوتر هنا نازل بلون جراي مع الاوف وايت دوت او البيج الفاتح ده، فشكلهم كويس جدا مع بعض. السكوتر هنا عموما 150 سي سي، وفي حته كده عايز اوريها لك برده عشان السكوتر ده كلاسيك. شايف الكرسي والجمال؟ انا بقول لك البتاع ده ينزل ديكور، ما ينزلش عشان نتركب. انا هجيب الكرسي ده برده وهقعد اتفرج عليه. فحته هنا شياكه او متطرز كده، شكله جميل جدا. طبعا السكوتر ده من ورا برده شكله جميل، من الحاجات اللي شكلها حلو من ورا كده، الخلفيه بتاعتها حلوه. وسعره برده 36000 جنيه زي المارينو سبورت. ده 150 سي سي، ده 150 سي سي، ده حاجه كلاسيك وده حاجه سبورت. نخش بقى بعد كده على طول على البيلا فيستا، الفيسبا المتطوره. زي ما احنا شايفين السكوتر ده بينزل منه الوان فاقعه كده. اللون اللي قدامنا ده نبيتي ميتاليك، لون كده تمشي بيه بيلمع في الشارع، وتحس ان السكوتر ده كده فيسبا بس عصريه بقى. يعني الناس اللي بتحب الفيسبا، وفي ناس كده بتبقى غاويه الفيسبا، انا عايز اركب فيسبا مهما الدنيا اتطورت، عايز اركب فيسبا. فالسكوتر ده هيديك نفس الايحاء بالظبط، بالذات لما تيجي تبص على الدواسات بتاعته من هنا. زي ما احنا شايفين كده، بص هي فيسبا بالظبط، يعني ما فيش اي اختلاف. طبعا من الحاجات المميزه هنا في السكوتر، عندك هنا العدسات الليد ديت هتديك اضاءه قويه جدا على الطريق. وعندنا برده العداد هنا نص انالوج اللي هو الRPM، والسرعه بتظهر هنا على الشاشه نص انالوج ونص ديجيتال. قدامنا هنا عندنا اللون النبيتي، وفي اللون الرمادي الغامق ده، وفي لون تاني ازرق منه بيبقى برده مديك نفس الفقعان دوت، بيبقى اللون مديك بهجه كده، فاهم قصدي. وطبعا السكوتر هنا سعره 42000 جنيه. خش بقى على الفيجوري اكس ماكس اللي انا عملت عنه ريفيو قبل كده. وبالمناسبه السكوتر ده مناسب جدا جدا وعملي جدا جدا، انا اتكلمت عنه في مراجعه، ممكن اسيبها لكم في وصف الفيديو، او خش على القناه هتلاقيه على طول. من المميزات القويه فيه ان هو طبعا فيه فرامل CBS، والجنط العريض بتاعه ده بيخليك ما تحسش بالمطبات، وبياخد ويدي معاك بشكل كويس. حتى ماستر الفرامل والاسطوانه بتاعتهم كبيره كويسه، وسكوتر شبيه جدا بSYM ST، بس ده النسخه الفيجوري. وعموما هو سعره 45000 ونص. نخش بقى على اخوه الكبير اللي هو نفس السكوتر يعتبر،
بس اس تي بلس. الفرق هنا ان هو مختلف شويه في الشكل بتاعه ونازل بسكرينه علشان تحميك من الهواء و200 سي سي. عايز اقول لك بس ان اول السكوتر ده بيبدا ينزل معاه ريموت صغير ممكن تدور بيه الموتوسيكل، في نفس الوقت معاه المفتاح اللي بيخش في الكونتاك على طول علشان يشغل السكوتر. يعني ده الريموت اللي بيشغل من بعيد وده برده في نفس الوقت بيشغل السكوتر الاثنين مع بعض. اما بقى بالنسبه للاس تي البلس اللي هو النسخه الاكبر منه بينزل معاه ريموت زي كيوي فيستا اللي احنا لسه هنتكلم عليه دلوقتي. معاه من هنا ان انت بتشغل المفتاح ده كده على طول لما يكون المفتاح بتاعه قريب منه زي البصمه كده اللي هو من بعيد بيشغل على طول، مش محتاج ان انت تدخل المفتاح في الموتوسيكل. عندنا هنا في وحده تخزين صغيره وعندنا علقه علشان لو عايز تعلق اي شنطه ولا اي حاجه. يعني سكوتر يعتبر الى حد ما حجمه كبير وشكله كويس، فيه اوبشنز كويسه شويه. نيجي بقى للفيستا 200 السكوتر اللي احنا زي ما اتفقنا ان هو حاجه مميزه جدا. وعندنا اللون الابيض ده شكله شيك قوي الصراحه، وفي الوان ثانيه بره بس انا اخترت اللون ده عشان شكله كان عاجبني. وطبعا في اللون هنا فيه برونز كده، يعني هو مش ابيض بس برونز كده، مش عارف يطلع في الكاميرا ولا لا. برده انا عامل عن الفيستا 200 ريفيو بقى تجربه القياده بعد 9 شهور استخدام وكان اداؤه عامل ازاي، مراجعه تفصيليه من الاخر كده بتبين كل مميزات وعيوب السكوتر. هتلاقوها برده في الديسكربشن وهسيبها لكم علشان تتفرجوا عليها وتقرر ان انت كنت ممكن تشتريه ولا لا. السكوتر دلوقتي بتاريخ النهارده الاسعار دي كلها تاريخ الفيديو هينزل فيه سعره 64000 جنيه. انت وحظك بقى ببورصه الموتوسيكلات اللي احنا عايشين فيها ديت، ممكن تجيب اي وقت تلاقيه ب 65 66. يعني ادعي ربنا ان هو ما يكونش غالي وقت ما انت تيجي تشتري. وبس زي ما اتفقنا عايزك تقول لي في اللعبه اللي انا قلت لك عليها هنلعبها في اول فيديو انهي سكوتر من دول محتاجين ان انا اعمل عنه ريفيو، نستعرض امكانياته بشكل احسن من كده واتكلم عليه واقول لك كل المميزات والعيوب بتاعته. وطبعا ما تنساش لو انت تيجي تاخد اي حاجه من معرض جينو هنا اهوت، انا هسيب لك برده اللوكيشن بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. عرفه انك تبع معاذ وهيظبط معاك الدنيا على الاخر. وهي بس على كده انا معاذ سعد دي كانت موتور، اشوفك في فيديو جديد. سلام.